برحب بحضراتكم مشاهدينا، وهذه الحلقة الجديدة من ليالي، وهذه ليلة الشعر. في الحقيقة النهاردة صوتين من الشعراء المتميزين. هاني الصلوي إن شاء الله نلتقي به في الفقرة القادمة في نفس الحلقة، وهو شاعر يمني أنا شخصيا التقيت به قبل ذلك. له أكثر من مجموعة شعرية، واستطاع أن ينقل لنا بيئته ولغته الخاصة في أشعاره، كما أنه أيضا أحرز تقدما في المسألة النقدية، وتكلم عن بعد الحداثة وما بعد قصيدة النثر والقصيدة الرقمية، وأشياء نقدية كثيرة نتحدث معه فيها بجانب أشعاره إن شاء الله في الفقرة القادمة. الآن أيضا شاعر يعد من لا أبالغ إن قلت هو من رواد قصيدة النثر في جيلها الذهبية في مصر. مجدد طبعا، كتب الشعر بكل بناءاته وأشكاله، استقر على قصيدة النثر، يحاول أن يجدد بداخلها، ونبحث معه الآن وفي هذا اللقاء عن مضامين قصيدة النثر وما تحتويه من تجديدات في المضمون والمعنى والإيقاعات الداخلية والموسيقى، وهل هي عوض عن أشكال متعددة للقصيدة بشكل عام. شاعر عاطف عبد العزيز، برحب بيك يا أستاذ الأول، الحمد لله على السلامة. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. طبعا ما شاء الله، ذاكرة الظل، حيطان بيضاء، كائنات تتهيأ للنوم، مخيال الأمكنة، هكذا ينطق، مخيال الأمكنة، سياسة النسيان، ترجمان الروائح، الفجوة في شكلها الأخير، برهان على لا شيء، وهو أحدث الإصدارات، بنبارك له طبعا عليه. ازيك يا أستاذ، والحمد لله على السلامة. أهلا بيك. طبعا كنت أود أن نقوم بجولة في غالبية ما نشرت، لكن لضيق الوقت هنركز شوية عن برهان على لا شيء، وهو أحدث الإصدارات. لكن في البداية حصلت قناعة في الوسط الأدبي خلاص، واستقرت المسألة على أن من يكتب يقدم نثر أو غير نثر. الإشكالية دي تم الفض منها ولا لسه موجودة في الأوساط؟ لا، أنا أحيانا أندهش عندما تثار، لا سيما أن قضية النثر قد اكتسبت شرعية واسعة في أنحاء كثيرة في العالم العربي، ولكن في مصر يحلو لنا من آن لآخر، ربما لأن المجتمع بشكل عام نعتبره أنه معزول عن الشعر، فيظن أحيانا أن القضية لازالت مثارة، لكن هي أصبحت قضية محسومة بحكم الواقع. إنك عندما تتصفح أي دورية في العالم العربي كله الآن ومنذ 20 عاما، ستجد أن المتن الرئيسي للنصوص هي من قصيدة النثر. فالأمر بحكم الواقع أصبحنا قصيدة النثر هي الواقع الذي نعيش فيه. لكن يقال أنه الواقع الأدبي، شاعر عاطف عبد العزيز، الواقع الأدبي وليس الجماهيري، كما اكتسبت قصيدة تفعيلة مثلا أو العمودية قبل ذلك قاعدة جماهيرية. هل قصيدة النثر تسير على نفس النوع ولا غير مطلوب من أساسه؟ يجب أن نعترف بأن الشعر يعاني من أزمة كنوع أدبي في العالم كله، ويمكنك الرجوع إلى دور النشر العربية والعالمية، ستكتشف أن رف الديوان الشعري هو أقل الرفوف رواجا، ذلك بحكم أن الشعر بطبيعته فن النخبويين، وقد كان طوال الوقت على هذا النحو، ولكن شيء قد تغير. فكما تعلم أن مثلا قصيدة التفعيلة نشأت في منتصف القرن العشرين، وكانت مواكبة لتحولات كبيرة جدا في العالم، وهي انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور حركات التحرر. ارتبطت قصيدة تفعيلة بحركات التحرر،
فامتصت جزء من شعبية حركات التحرر، لأن المتحدثين عن هذه الحركات كانوا شعراء تفعيليين. كان فشيء طبيعي أن يتم استهلاك هذا النوع من الكتابة، وهي كتابة أيديولوجية بطبيعتها. ولكن طبعا بمرور الوقت وحدوث ما يسمى بالعولمة تراجع الشعر في العالم كله. هناك مظنة أن الشعر، أن الرواية هي ديوان الإنسان الجديد، ولكن هذه المقولة ليست حقيقية، ولكنها لقت رواجا، ومن ثم تراجع الشعر. تراجع الشعر بكل أنواعه. هب النهاردة نتحدث، وليكن مثلا نتحدث النهاردة من الشعراء التفعيلة بعد رحيل درويش يقرأ له. درويش كان حالة فريدة، يعني درويش هو القاطرة التي جرت هذه القصيدة إلى الساحل هذه، ولذلك بعد موت درويش انطفأت تماما. أيضا هو ابن الظرف والموقف والقضية والأيديولوجية وكذلك. فكل هذه الأشياء لا علاقة لها بالفن في جوهر الفن، هي حاجات خارجة عن الفن. طيب السؤال الثاني، هل لو أننا نرجع هذا السؤال بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، صوت عبد الوهاب والشاعر القدير علي محمود طه شاعر الجندول بمناسبة مرور ذكراه هذا الشهر، ثم نعود بعده مباشرة. الجهاد وحق الفداء أخي جاوز الظالمون المدى.
برحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا، وانضم إلينا الآن الشاعر الذي يعني ذكرت قبل مجيئي أنه سوف ينضم في الفقرة اللاحقة، لكن انضم إلينا والآن أصبحنا يعني ثلاثة. هاني السلوي من اليمن، طبعا باحث في الدكتوراه، مهتم باللغة العربية والأدب والنقد. تحدث كما ذكرت عن بعد قصيدة النثر، أو بعد ما بعد الحداثة، ثم ماذا بعد قصيدة النثر، وأيضا القصيدة الرقمية، وقد يعني ذكرنا ذلك في لقاءات سابقة مع دكتور هاني السلوي الشاعر اليمني. مرحبا والحمد لله على السلامة. اهلا بك. اذكر بس اهلا بك. اذكر سريعا بعض اعماله المطبوعة على ضفة في خيال المغني ليال بعد خولة، وكتاب الهزيمة، وما لا ينبغي أن يقال، وغريزة البيجامة، وتعدين أذن بقرة، وأيضا رقبة مسالمة تخرج من تحت أظافري، وله العديد من القصائد المترجمة والدراسات النقدية. يعني هتنضم إلينا بقى في الحوار، ثم يعني إن شاء الله نقرأ بعض الأشعار. يعني طبعا الشاعر عطف عبد العزيز، احنا اتكلمنا شوية عن يعني لابد من أن نتجاوز وجدانيا وفكريا مسألة أنه توجد الآن بالفعل قصيدة نثر معترف بها أو لا توجد. يعني المسألة عدى عليها سنوات طويلة، وأنها أصبحت تناقش الآن قضايا كانت تناقشها القصيدة بأشكالها قبل ذلك، ومفيش أي مشكلة جديدة. موافق على الكلام ده يا هاني؟ طبعا مع السياق العام للحديث أكيد بلا شك. يعني دائما مثل التساؤلات عن شرعيتها، عن وجود نقد معين، عن نص معين، عادة ما يكون الاختلاف في البدايات. الآن بالفعل القصيدة موجودة، فرضت حضورها وفعاليتها، لا تحتاج لأن ندافع عنها ونقول أنها حاضرة أو موجودة أو غير ذلك. فهي يعني مثل بقية النصوص الأخرى، أستطيع أن أقول أنها أصبحت ذات سطوة أيضا مثل النصوص الأخرى، وقوية بتفرعات عديدة وفضاءات وآفاق وسياقات. جميل. طيب احنا هنبدأ بقراءة شعرية ثم نواصل الحديث. شاعر عطف عبد العزيز، تفضل. وسمي الديوان بقى اللي هو الديوان الأخير ربما. لا، ده أنا ما بعد الديوان، أنا الديوان معك، لو عاوز أعرف منه أعرف منه أنا. من القراءة من الأوراق أجمل الكتب. كدت أقتلع صورتك من الشاشة وأرفعها على حائط في غرفة نائية. كنت عازما أن أكتب تحتها بالخط العريض: المستحمات يخرجن توا من الماء. كدت لولا أنني آثرت أن أصنع لنفسي أولا قدحا من الشاي، ثم أتأمل هادئا ذراعيك العاريتين وهما تستهتران بالشمس. رأيتك تلمين شعرك هكذا إلى جانب واحد، فيرف نهدك المبلول في عيني، وينير إبطك فجأة ما عتم من الغابة. رأيت رفيقتيك البيضاوين تغفوان إلى جوارك على العشب مثل إلهتين يونانيتين، رأس واحدة فخذ أخرى. هنا تغير شيء، إذ بات لا أحد منا مسؤولا عن بول سيزان ولوحته البائسة، الرجل الذي كاد أن يفسد خيالنا بأريج شهوته حين تركها بين أيدينا حبيسة في تواله المشدود. بتنا غير مسؤولين عن نزواته في تتبع الخلاسيات الذاهبات إلى النهر، ولا عن تلك الفوضى
التي تحدثها التصاوير القديمة إذا انفردت بنا في الغرف النائية. حسب سيزان أنه عاش مقيما في سيزان ثم مات وفي أنامله شيء من مستحماته. أما نحن أولئك الذين قطعوا الوقت في تبديد النطف فقد بقيت أناملنا بريئة من المسرة. نشرب شايا ثم نتأمل لقطة الغياب. جميل. طيب الشاعر عن السؤال اتفضل. جميل. احنا نسمع الأستاذ عاطف طبعا. الله. اتفضل. كالعادة يقرأ نصوص جميلة لا أعرف ماذا سأقرأ، لكن أنت على رقابة الهواء مسالمة. مباشرة. رقابة مسالمة. نعم أعرف أنه على الهواء يعني. اتفضل. لذلك أنا حائر يعني. من ديوان من رقبة مسالمة تخرج من تحت تمام. أظافري، هي المجموعة الأخيرة، فيمكن أن أقرأ منها نص اسمه نسيان أو 94. اختار بشكل عشوائي يا هاني. نعم خلاص نقرأ تكوين. تمام اتفضل. تمام. هذا عشوائي وأنا أحب هذا النص. تكوين. بخيول ظل الجسد صامتا صما هناك أو هنا تحت إغدراسيل شبيهة بهذه، جامدا تتناوشه الكمنجات والمراثي والآذان، لملايين إضافية حومت العينان حوله، بلا جدوى قولت اليمنى غديرا أودية، أعذارا ونبوءات ابتهلت اليسرى، ذرفت رموشها، غيرت الحواجب، استبدلت باستداراتها أشكالا أخرى، تباعا إلى أن فطنت الكتلة أخيرا فوسعت ما تحت الجبهة بحيلة سكنت إليها الأختان وعرشتا على بيضهما. يا وتري صاح الهواء الكليم وأنا سئمت أحشاء القنافذ، مللت المغارات والبذور، متى يحنو الفخار على ربيبه، الطلاسم على فنائها، الخارج قارس جدا ولا يريد لمجراتي أن ترسو، فكانت ثقوبا. تأوه أبي مبديا شغفا بالجيران، مسد بلوزتيه الهضاب المناظرة، بيد أنه بقي ويا للحسرة مربوطا إلى قدر متكلس ومحارة، وسمه النابهون بالكسل تارة والعجز ساعة، حتى مر الفضول مطهما بالحوريات والرتب، فانتشل الساعدين فالذراعين فالكف، وعندها فقط قفزت الأصابع وابتدرت تلعقه بشراهة، التحمت بالبيانو، عبأت إناء نيئا بالزبيب ولم تجد حقلا لصبه، أدارته مرارا حول المعنى، ثم أشار الخدان إلى سرتين ظننتهما محايدتين، انفرجتا بيسر وعيد عن ابتسامة، أيقظت الوحوش والجوارح وبنات آوى، شهقات الجد فارتعدت فرائصه، وصعق يتقلب في السيولة والجزع، وفجأة انبثقت الأرجل، الفخذان فالركبتان فالساقان فالقدمان، وهرب إلى القرية بشعر كث وعلامات مبعثرة في الكتف، مثل هذه التي تفتح التلفاز وتتوقف عند قصة الخلق بأنات، أو تبحث عن موطئ في كتاب، أو عزلة تزن فيها الطماطم والمحيطات، كتلك التي تضغط على مقاود الطائرات وترمي القنابل المسيلة للدموع والعنقودية، مصحوبة بأكياس الطابونة والكنب والذرة والدمار المحتم. جميل. 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 هي تصور التكوين لتصور الخلق وكذا، الخلق بشكل شعري أو ما شابه. جميل. طبعا احنا معانا ناقد في الحقيقه، طبعا الاستاذ عاطف كم ادار من الندوات والامسيات، وهو مترجم ايضا، وهو يعني مترجم وناقد ايضا يعني، وكل شاعر في الواقع لديه من النقد لكن القصيده، وانا يعني اتحدث من بعد سماعي للنصين،
أبحث وأنا أتلقى عن جذور للقصيدة متوارثة في الواقع. يعني مثلا الزمان والمكان، أحاول أن ألتقط من جو القصيدة زمانا مكانا صورا بعينها ليست غريبة ليست بعيدة عن مخيلتي. يعني الكلام أو الصور أو الكلام بعض من تصوره، لابد وأن أتصور ما أسمع. يعني صحيح. هل يتوفر الآن الشاعر عاطف عبد العزيز في القصيدة، ويعني إن لم يكن هذا النص ففي نص آخر وما إلى ذلك، يعني كل ما تحويه القصيدة القديمة موجود بالفعل أيضا من صور ومحسنات وأزمنة وأمكنة؟ طبعا قطعا، لكن هناك يعني اختلافات يعني من شاعر إلى آخر. يعني هناك مثلا كان هناك نزوع في جيلي إلى عدم الارتكاز على الأنساق الاستعارية اللي هي المجاز، على اعتبار أن المجاز هو وسيط بين واقع وبين صورة الواقع كما تريد أن تصورها في الشعر. هذا الوسيط كنا نرى مسافة بين الشاعر والحقيقة، كنا بنشيل هذا الوسيط. يعني إيه؟ نستغني عن الاستعارات. دي كانت كلها اختيارات فنية، لكن واستبدلنا بقى الصورة المجازية، واستبدلت في هذا الوقت بما يسمى بالمشهد، بمعنى أن جماليات المشهد المتعين مش الصورة المتخيلة. يعني كنا نرتكز على فكرة، جيلي أنا كان يرتكز على فكرة أن الواقع أغرب من الخيال، وأن الشعر موجود مختبئ وراء الواقع البديهي الذي نراه. وكانت وظيفة الشاعر حينئذ هو الكشف عن شعرية ما نراه بديهيا، يعني بالاستغناء عن بعض المحسنات، الاستغناء عن المبالغات بتاعت المجاز. لا، ان هو احنا لسنا في حاجة لإدهاش القارئ من خلال صناعة صور مبهرة، ولكن القارئ أحوج إلى اكتشاف واقعه، اكتشاف هذا الشعر المختبئ خلف هذا الواقع. فده كان نوع من التوجه الاختياري. لكن أنا فيما بعد حصل لي أنا شغلات تطورات، اكتشفت مثلا أن فكرة محاربة الاستعارة بشكل صارم فكرة ساذجة بالنسبة لي، وكأنها حرب أو لا إقصاء. يعني فأنا بقيت أختار الاستعارة التي أولا تكون فيها جدة، فيها طزاجة، ما فيهاش معاضلة، ما فيهاش افتعال. ولا مفر الشاعر هاني الصولوي، يعني ما فيش مفر ولا مهرب من انك تستخدم، يعني بما ان لغتك هي اللغة العربية، مجرد ذكر الاسم لابد وأن تأخذه بما يحتويه. صحيح. بما يحتويه، يعني أدوات التشبيه والتشبيهات موجودة، لابد وأن يعني تسقط على زمان أو مكان، لابد وأن تستعير وتجيز. وما في أمر آخر أيضا، أن هي لها علاقة هذه الأدوات بطريقة التفكير الإنساني. التفكير الإنساني عادة عندما تفكر أنت مثلا بالحصان، عادة بتستدعي الأشكال المشابهة للحصان، البغل يعني هذه آلية مثلها مثل التكرار. في آلية مثلا الناس كانوا يعني في فترة من الفترات في المراحل الكتابية الذهنية المحضة، مثلا في الستينات، مع التفكيك وهذه المظاهر والهامش والمركز والاختلافات الكثيرة، في ناس يعني كانوا يتحدثوا عن أشياء يعني كتابية. يقول لك كان شفاهي، المتنبي كان شفاهي، فلان كان يكرر، يعتمد على الأصوات وما إلى ذلك، المبالغة. لكن في الحقيقة الآن مع العصور الحديثة الناس اكتشفوا أنه علم الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، أنه هذه أصلا لها أساسية في الذهن، حتى فكرة الاستعارة. يعني مثلا بعضهم يقول لك في أشياء اللغة في الأساس هي استعارية. يعني يقول إنسان عظيم، منين جاء فكرة أنه عظيم؟ من أنه كبير العظام والهيكل، يعني الناس لسوا الأصل. فاللغة هي هذه أساسها تبدلات استعارية طول الوقت، وطبعا لا مفر يعني. ومسؤولية كل شاعر، أو تختلف عن شاعر عن شاعر بقى. يعني لو هذا المفهوم أو التحليل طبق، إذن القصيدة هي بنت قائلها فقط،
لديه استعاراته الخاصة، رؤيته وتصوره عن اللغة بشكل مخالف لشاعر آخر وما إلى ذلك، فيخرج النص أيضا مختلف ومتميز عن غيره من النصوص، ومن هنا يأتي التعدد وما إلى ذلك. طبعا. هل هذا صحيح. يعني هو الأصل في الشعر هو التفرد، أن تكون حالة متفردة. يعني هو دائما هناك شاعر متفرد وهناك جيش. هذا الذي يعني يستعير أفكار وأدوات وأحاسيس الآخر وينتحل هذه الأشياء، دي بيبقى صورة وليس أصل. لكن الشعراء الأصلاء هو الذي ينطبق عليهم ما تقول، أنه يكون لديه طريقة في قراءة العالم ورؤية العالم، وله اختيارات الخاصة من الاختيار خاصة من القاموس الواسع ده، له اختيارات من هذا القاموس، له اختيارات في مفردات النص، وبالتالي طيب استفادت قصيدة النثر. يعني يتحدثون الآن ويقولون أن قصيدة النثر أقرب إلى الأنواع الأدبية عن غيرها من أشكال القصائد القديمة، مع أن طبعا دي نظرة مجحفة، لأنه في بعض النصوص ما قبل أو في العصر الجاهلي كانت فيها الصورة أقرب ما تكون إلى القصة القصيرة وما إلى ذلك، ومشاهد تراكمية تصنع حدثا في النهاية كما لو كان. لكن الكلام الآن عن قصيدة النثر تحتوي وتتضمن أشكال كثيرة من أشكال السرد المجاورة للقصيدة، فاستفادت أكثر هذه كل شيء. قصيدة النثر مثل الشرنقة، يعني مثل الشرنقة، لكن الشرنقة غير المغلقة، هي بحكم شكلها النثري يعني غير الموزون، مع أنها في النهاية لها إيقاعها الخاص، يعني طبعا اعترفنا أو أنكرنا. حتى لو قلنا الإيقاع بمعنى التقليدي، كل شاعر عنده إيقاعه في الكتابة. يعني تستطيع أن تقسم مثلا، تقول عاطف يستخدم هذا الشكل، هذه الجملة هذه، لكن في الأخير في النهاية هذا غير محكوم بالدوزنات السابقة التي سيحفظها لكي ينتج مثلها. فهي كائن شريه وأكول قصة النثر. يبدو أن حرف الثاء في لفظة النثر يأخذ أيضا من ثائر، ويأخذ من ثورة، ويأخذ وكأن القصيدة تتجدد دائما ولا ترتبط بأي النثر. كما قال هاني، هو شكل مفتوح قادر على استيعاب كل التقنيات. يعني قصيدة النثر تأثرت بالسينما، تأثرت بالفنون الأخرى، تأثرت بفنون التصوير، تأثرت بكل الفنون لأنها مفتوحة على الفنون، ولذلك هي قصيدة الاحتمال، يعني ليس لها شكل نهائي، لذلك سيطول عمرها، لأن احتمالات كتابتها لا حصر لها. هي مفتوحة، تكتبها بأشكال ممكن لا تخطر لنا على بال الآن، ستأتي لها أشكال. لكن يعني برضو الذائقة العربية، يعني ونحن منهم، يعني القديمة كانت أقرب ما يكون إلى الدفقة والفطرة والوجدان وما إلى ذلك. وصلنا إلى الشكل المتصوف في النص بغناه وإيقاعاته ومعانيه التي تسمو وتعلو لدرجة أنها مبهمة في كثير. لكن قصيدة النثر أتخيل أنها تعتمد على الفكرية والذهنية بشكل أكبر شوية، فهنا المتلقي يقف بين ميزانين أو إيقاعين داخليين أو غنائيتين، يختار بينهما فيذهب إلى الملحنة وما إلى ذلك. هل ده كلام؟ طبعا الكلام ده لا أوافق عليه، بسبب لأن الذهنية وغير الذهنية أمر موجود في الأشكال الأخرى. يعني تجربة أدونيس بالكامل هي تجربة ذهنية، برغم أن المجمل ما كتبه أدونيس كتبه في الوزن. احنا برضو فيما كان محمد المغوط ما كانش. أين أدونيس من الجمهور العربي؟ لا، أنا لا أتحدث عن الجمهور العربي في غيب عن الشعر، حتى الشعر التقليدي. الشعر العربي لا يعرف الآن، لا يكاد يعرف شوقي، يعني هو ما يعرفوش حد. وأين من مغني شعبي؟ أين أهم شاعر عمودي من مغني شعبي مثلا؟ يعني أنا هرد على ده. هستشهد بناس في الكفور والنجوع
ملتحمين بص يا بابن أستاذ الفارض وابن عربي أستاذ والى محمد. الان أستاذ محمد، قدمت لهم بشكل او باخر أستاذ محمد، فاستمعوا. كيف تنشأ علاقة الإنسان العربي بالشعر؟ الإنسان العربي بالشعر العربي، بالشعر العربي الفصيح، مش بتكلم عن الشعر الشعبي. تنشأ إزاي؟ تنشأ من خلال التعليم. نحن أول ما نقابل الشعر نقابله في الدراسة، أليس كذلك؟ يعني هل قبل دخول المدرسة تكون لنا علاقة بالشعر العربي؟ لا تكون لنا علاقة. لكن عندما ندخل المدرسة نأخذ الأناشيد الموزونة، ثم يتدرج الأمر إلى أن ندرس الأدب الجاهلي ثم الإسلامي كان في الثانوية العامة، ثم تنقطع علاقتنا بعد ذلك بالشعر. هكذا الجمهور العام وبالادب. طيب، هل في هذه المدة التي تمس فيها الإنسان مع الشعر في مدة الدراسة، هل تمس مع قصيدة النثر أو غيرها؟ لا، بيتمس فقط مع النموذج الوحيد اللي هو الشعر العمودي. وبالتالي يخرج مفهوم كلمة شعر هو ما عرفه في الدراسة، هو ما عرفه. لكن لو أن المناهج الدراسية تقدمت وقدمت أشكال مختلفة، سيخرج لديه ثقافة أن هناك أشكال مختلفة من الشعر. جميل جميل، أوافقك طبعا. شيء مقبول جدا، ولا شك في أن المنهج الأدبي الذي يقدم إلى الأطفال في سن الإعدادي أو الثانوي بالفعل متجمد عند مرحلة أدبية معينة، مصرين عليها وظهرت أشكال كثيرة ومتعددة ومتنوعة في سواء في الشعر أو القصة أو الرواية. لابد وأن حتى يعني نذكر بعض الأسماء في بعض المقررات ونقول إن في توجهات اللي مش هيعرف يقراها في المدرسة يقراها في المكتبة أو يطلع، يعني ندي فكرة إن في أشكال تانية. معك طبعا. أنا سأدهشك إذا قلت لك أنه وقع في يدي كتاب كان مقررا على السنة الثانية من المرحلة الثانوية لطالب وهو سنة 36. هذا طالب كان والد صديق لي، فاحتفظ بكتاب النصوص اللي كان بيدرس منه. اكتشفت أنه هو نفس الكتاب الذي درسته أنا عندما كنت في السبعينيات في الثانوية العامة. يعني هناك لا يوجد حراك على الإطلاق في وزارة التعليم في مواضيع المناهج. كوبي نسخ متلاحق مفيش رؤية جديدة، وكأنه في خوف ما من الأشكال الكتابة الحديثة. ضاع لك في حاجة شيء آخر في الأبعاد القصائد الموسيقية. متى نشأت؟ مثلا في العصر الجاهلي قبل 150 سنة، في هذه الفترة كان في غرض تعليمي أيضا محض من فكرة الموسيقى. ما كانش قبل ما تأتي الكتابة كانت هذه القوالب بشكل عشان تساعد الناس على الحفظ أيضا. استمرت داخل الفن، داخل إطار فني. كان يستعيد بالموسيقى العالية عن الكتاب. ما فيش كتابة، الناس يحفظوا حفظ، فعشان تحفظوا حاجة مسموعة يعني يرددها يعني. تمام، ما فيش مشكلة يعني برضه واحدة مثل هذه الأشياء. بس استمرت المسألة دي 2000 سنة يعني. ما احنا استمرت لسبب، لأن العرب كانوا خارج التاريخ، احنا كنا خارج التاريخ منذ القرون الوسطى. يعني خليها التاريخ الفلسفي او الادبي بس، عشان لانه في تواريخ تانية. يعني نقول ان التاريخ، ان احنا يعني علماء التاريخ يقولون ان مصر عادت التاريخ مع الحمله الفرنسيه. قبل الحمله الفرنسيه كنا خارج التاريخ، لم يكن في مصر شيء، انما لا يوجد غير الازهر فقط. فلما جاءت الحمله الفرنسيه كانت الصدمه الضخمه جدا التي افاق على اثرها المصريين. ثم جاء محمد علي فاكتشفوا الوطنية. مصر لم يكن لها جيش لمئات السنين. أول جيش كان محمد علي. كانت بشكل أو بآخر كنا خارج التاريخ، مستعمرة يعني. كنا خارج التاريخ يعني تمام. فاحنا دخلنا التاريخ. فأنت عندك، طب سأذكرك بشيء. عندما ظهر البارودي قالوا أن البارودي أحيا الشعر العربي وسموها مدرسة الإحياء. كلمة الإحياء لا تأتي إلا من ميت، أي أن الشعر العربي كان مات. وإحياء علوم الدين قبل ذلك يعني. لا يعني فهو كلمة الإحياء يعني أن الشعر العربي مات. وعندما تعود للشعر المصري في العصر المملوكي والعصر العثماني ستجد أنه في منتهى الضحايا. هو العقل بقى في الحقيقة، العقل هذا المفرز في الأساس عانى يعني قرون عديدة
وبالتالي الذائقة الأدبية كانت ممحوة تماما يعني. ولذلك يظل الشعر بمفهومه القديم ممكن يستمر 700 سنة دون تطور. ولذلك أنا بقول من وجهة نظري إن بعد مدرسة الإحياء تلاحقت التطورات على الشعر. بعد الإحياء ظهر جيل الرواد الأوائل اللي هم شوقي ورفاقه، ثم ظهر بعد ذلك مدرسة الديوان، ثم مدرسة أبولو، ثم التفعيلة، ثم قصة الناس. ليس طبيعيا أن تحدث ثورات متلاحقة في قرن واحد 4 ثورات. هذا يعني أن كان هناك في ضرورة وحاجة للغة العربية أنها تحرق المراحل بأسرع ما يمكن. بأسرع ما يمكن. وكأنه العقل حصل له استفاقة وبيحاول أن يعيش العصر، فلازم يعمل عدة ثورات متلاحقة. طب نشوف بقى يعني هي لغة واسعة أيضا يعني لغة كلما قلت لك اقرأ نثرت يعني وكلمت. أنا عايزك تقرأ شعر الأول وبعدين لأنه الحديث أحيانا يأخذنا بعيدا عن مش بعيدا، هنرجع له الشعر تاني. هنرجع له تاني. ممكن أقرأ نص اسمه بس من تحت مرافعة من رقبة مسالمة أيضا. تمام. مرافعة أو اسم آخر للقصيدة: لا يقبل رقصة حفلة ولا يرتاده مجلس عزاء. هي قصيدة يعني وطنية إلى حد ما، تقدر تستطيع أن تقول أنها وطنية باستخدام المفهوم القديم يعني. مكتوبة في طنجة، والأماكن المذكورة هي أماكن يبدو هناك يعني. جميل. تفضل. لا يقبل رقصة حفلة لا يرتاده مجلس عزاء. مرافعة. ماذا يفعل العائد من وطنه هنا؟ ماذا يفعل العائد من وطنه هنا؟ يقشر اللب كعادته ويرمي عظامه على الرخام مثلا، يفتح نوافذه على بائعات الحامض ويقايضهن، يركل مهاراته ويزجها في التعب، يلح على القنب الهندي برئتيه، لا شيء يفعله. فقد كلت عضلاته صبيحة اصطفته مهرية درجت على تفنيد خطابها، وهي ترخي الحبل لطفولتها، لا شيء يقيم جموحه غير الجمر، فلها لا شيء يقيم جموحه غير الجمر، فلها فقط تنزع الجبلية الكاكي، له فقط تفعل طنجة بحيتانها المنازل وترص قطع النرد. حل ضيفا يا قاضي، حل ضيفا يا قاضي، تدلي فصاحتها فنهشت الصاعقة جبته ووشت الملاحة بخطواته، رغم أنه لم يسوس جزرة واحدة، لم يغر أحدا. إذا كنت قادرا على التصور لم يقترف وطنا غير تلك التي تزهو بحنوطها في الشاشة وتتهادى في الغنيمة. في المنتهى خط لقواريره رمادية لم تصمد لرشفة، فتش بسجاره عن منفى، عن جرح، عن ناد، عن خلوة، ولما وجد أخيرا موطئا على قطار واقف وقف، تحرك القطار صوب ما من بلاد ساكنة تغشاها. في المحطة استقبلت الحسان أحلامهن والشركات عملاءها وحظوظها، وبقي يمرغ شباكه في الوجوه والفرص. امتطى شجرة غير أن الريح لم تمكنه من المجلس، لاعبت أغصانه فسقط. ألفيته يتهتك في زجاج ويقلب الكتب، يطفئ بإبهامه أسماء المؤلفين، ربما يلطف مبتغاه بالغميضة ويخلو بالعناوين، يقبل ويتقهقر، يتقهقر ويقبل. أمسكته عند الناصية قالت بفمي هذا الذي لن يأكله الدود، وسوف يمضغه العائد بعد طول تمنع. باحثته بأجادير فالصويرة بالحريرة، غير أننا صحونا هنا على مقاعدكم نمجد العدالة. العدالة يا مولانا التي ذكرتم أن رأس سبارطل قيد بمجونها هرقل، عربة واحدة كانت تكفي لتسلية مخيلتنا وحشرنا في زاوية. لم يوقع أدلته ليوغر حشاشتي على جمع أو مفرد، لم يدفع وحشته في صراعي. امتشقته عن الزغب بعد أن وطنت أسرابه تهوري على الجريمة.
الجريمة يا نساء من ربعتك على كرسيك، أقامت أمامك مطرقة ودفعت لهاتك في الادعاء، وحبيبي في القفص. وللإحاطة ركب في مصابه كرسيا كذلك الذي يمتطيه الشهداء، وأعني الشهود الفاعلين آن قفولهم من الواجب، كرسيا من القصب السجين أودى به بمجرد أن ثبت عجيزته على حشوه دون شفقة. وحتى حين ربح جزرا في اليانصيب ووزع أعضاءه عليها فسكن لبرهة غمرها ريكان الأرخبيل كله، لم يعد له مأوى، لا يرتاده مجلس عزاء، لا تأنس حفلة لرقصته، إذا أمكن الرواغ لا قبر يسعه، ليس خطرا على الدولة إلى حد يقدر معه على تفكيك المنظومة وسرقة مدافع حائط المعجازين المهملة. لا تصدق يا عدالة أن الراجع يصيب في الغالب المناطق التي لا نأبه لطليها بالبرونز، فقد ذاب من أزل في الجبل. كم هي ناشبة خمرته، ماذا أفعل هنا حقا، ماذا يفعل العائد من وطنه ونفعل هنا. جميل. دي مرافعة وقضية هي قضية كبيرة. نعم قضية. طيب الشاعر عاطف عبد العزيز طبعا مش عارف ازاي احقق العدالة هي هذه العدالة العدالة بعتك على كرسيك العدالة قائمة. هو خد كل الوقت يعني، لا العدالة تحدث عن العدالة وخد الوقت كله. أنت أقول أعطينا كأي شريد راجع من المنافي جلست أقلب الشاي بإصبعي وأنا أسترق النظر إلى سيقان تمر إلى جواري. أنا الشاعر جئت كادت تفلت من شفتي العبارة، لولا أن النيل في الليل شردني وباعد بيني فجأة، وأنا أربت أكتاف من خانوني. المساكين كانوا منهمكين في ردم بئر حفرتها الأيام بيننا، فقضوا مساءهم يراكمون أمامي أسبابا فوق أسباب. المصادفة وحدها هي ما أعانني على إدراك حقيقتي، فنجوت طفت مكمن قوتي، وأن النقيض لا يحدده إلا نقيض. فما الذي يجعلني أتذكر أفلاطون الآن؟ قلبت الأمر طويلا ولم أهتدي، فقط وجدتني الرجل وغباوته الإغريقية الخالصة التي طالما أوردته المهالك. كيف لمثله أن يستسلم لوسواس العقل على هذا النحو المذل؟ وأين راحت حصافته وهو يطرد المراهق الناحل غريب الأطوار خارج البوابة العالية؟ كيف أطاعه قلبه لينكل بالشعر؟ الفتى المسالم الذي قضى عمره يتسكع في الأسواق خلف الغدر رافعا عقيرته بالأغاني. ها أنا الآن أي صعوبة، والصمت قد صار حليفي الذي يجلب إلي جثث أعدائي واحدا بعد واحد لتستقر كلها عند قدمي، وأنا كما أنا محض جالس على حافة نهر أتأمل صفصافة على ماء، وأسترق النظر إلى سيقان
تمر إلى جواري. أي الذي الليل فاردا جناحيه ليحملني وقتما أحب إلى حيث أحب. أنا الشاعر جئت، أنا من تنامت ضغينته في البراري بعيدا عن أعين الحرس. أنا طريد المدينة الفاضلة، خليل القمر، الكائن الوحشي الذي اقتات على جيف خلفتها حروب النبالة ودسائس العروش. الذي اختار أن يقلب الشاي بإصبعه على حافة النهر مستسلما لفصاحة السكوت. وها هم أعدائي الجبناء سبقوني إلى الموت كي يحرموني من ثاراتي ونبيذها المعتق. سبقوني بغية أن ألقى حتفي من الكمد، وما من سبيل أمامي الآن غير أن أكنس عظامهم من الجبال. أما عظام أفلاطون خصمي وولي نعمتي، الرجل الذي أيقنت مؤخرا بأنه لم يمت إلا من قلة النوم، فسوف أجمعها في لفافة من القز وأجعلها وسادة لئلا أكرر أخطاء غيري أو أصبح في مقتبل الأيام عرضة للكوابيس. نعم، سأجعلها وسادة أمام ناظري. جميل. هاني، يعني طبعا أنت حاضر بقوة. يعني قصيدة أين تذهب الأيام ويا أمي، يعني التي قرأ منها الشاعر عاطف عبد العزيز من ديوان برهان على لا شيء. يعني انظر إلى برهان على لا شيء، ثم أين تذهب الأيام، وهو سؤال الزعماء وما إلى ذلك والواقع، ويعود إلى الوراء إلى الأم، ثم ينعي ذاته وحظه وكلمته، وكأن صوته يعني يتبعثر في الهواء ولا يصل. هذا ما وصلني يعني سريعا من النص. يعني أضيف بقى سؤال. الشاعر لمن يلجأ ويصفق ويتفاعل الآن بدون مستمع ولا تلقي؟ أين يذهب الشاعر بأحاسيسه؟ لا هناك تلقي أكيد. يعني في مثل لا أدري ما معناه، إنه لكل عصفور صائد وما يشبه، يعني مع العنف اللي في المثل طبعا. لا, لا يعني يعني نقول لكل عصفور متابع مثلا. فمع أنه أيضا سيتحول الأمر إلى خلينا واقعيين. متلقي طبعا أكيد. خلينا واقعيين. احنا يعني نذهب إلى أماكن تجمعات شعراء، نجلس نقرأ أو نلقي قصيدة، وأصدقائك هم اللي قاعدين يسمعوك، ودي متكررة إلى حد يعني للأسف. يعني دي مشكلة. فأظن أن ده غير كافي، يعني حتى لو العصفور لا من الذي جنى؟ هل قصيدة النثر هي التي أبعدت الجمهور؟ لا أتحدث هنا على قصيدة النثر بعينها. يعني النص راقي. أزمة الشعر. لا، هو أزمة الشعر. كما نتحدث عن الشعر في دقيقة واحدة فلنذهب إلى أي فن من الفنون. هل السينما الآن مجمل الأفلام التي يتكاثف على أبواب السينما من أجلها الجمهور،
هل هي الافلام تمثل العظيمه؟ السينما؟ لا طبعا. هذا امر، هذا لا، فلنعتبر ان هذا امر طبيعي، لكن الشعر ضروري لانه مهم لتطوير كل الفنون الاخرى. الشعر خاطرة المعاني. الوظيفه الحفاظ على اللغه، يعني يكفي انا احافظ على اللغه فقط. جميل. كلمة أخيرة. وأنت تمارس في حياتك اليومية أيضا في جزء هروب الناس من الشعر، أو نقول الإنسان يعيش طول الوقت حالة شعرية، وش ناقص هو هاني ولا عاطف يعني في كل الأحوال، لكن هذا واجبنا الشعري يعني في الأخير يعني. أيوة جميل. إنسان يفكر جميل. يبكي هناك يعمل مشكلة. ونسعد بحضراتكم طبعا طول الوقت. احنا سعيدين. شاعر طبعاً. السلوي اليمني المقيم في مصر، صاحب مجموعات الشعر الراقية. إن شاء الله نلتقي على خير قريبا. أشكرك. شكرا، نلتقي. شكرا، احنا انا اشكرك سعيدين. جدا. نشكركم أشكركم مشاهدينا، وإن شاء الله الثلاثاء القادم نلتقي على خير في ليالي وهذه ليلة الشعر. انتظرونا. اتجاه الماضي، رحلة بين جنبات الماضي السعيد، انا بتكلم عليكم كلكم كده يعني. نستعيد الذكريات، جبت الخفافة على الحلاوة فقمت عاطف، فهمت؟ وجوه افتقدناها، لحظات عشناها. الحب ضروري للحياة كلها مش قبل الجواز. الواحد بيطمع دايما يوصل لحاجة أكتر من اللي هو فيها. الارتيست الكبير لازم يعملوا له افلام مخصوصة عشان يعلم الجيل اللي طالع. فقط شاهدنا واستمتع. دول يطلعوا مين بقى؟ ماسبيرو زمان، وهتشاهدوا لسه اكتر واكتر كمان. سلام عليكم. ماسبيرو زمان من فات ماسبيرو تاه. دخول الفوتوشوب والكمبيوتر والحاجات دي خلت الخط يتراجع، وخلت التيار الأصيل فيه اللي هي الخطوط الأصيلة زي خط الثلث والخط الديواني والرقعة يتراجع للوراء بعد ما الكمبيوتر بدأ يعمل انتشار
تاني ولازم يحط ايده تاني، لاني بالتراث ده احنا بننتشر للعالم وبنأكد نفسنا وهويتنا الثقافية، لان هو ده اصل الحضارة مش الكمبيوتر. الخط ما بينفصلش خالص عن الفن التشكيلي، لان الخط عبارة عن روح وحياة والفن روح وحياة، فالاتنين ما تعرضوش مع بعض خالص، لا بالعكس كملوا بعض وعملوا هارموني جميل خالص. وانت بتلف في شوارع مصر غمض ولو عديت على الناصية وسمعت كلمتين وبس تبقى دي إذاعة البرنامج العام من القاهرة. كلمتين وبس. ولو لقيت شوية تسالي تبقى الشرق الأوسط. ولو سمعت فرحة المصريين بمنتخبهم القومي هي دي الشباب والرياضة. وصوت الشيخ رفعت وابتهالات النقشبندي تبقى إذاعة القرآن الكريم. مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. كل ما ده بتحلى وفي عيني بس أحلى وأحلى الليلة والسحر ده. حبها تشوفها النهارده في واحدة من أجمل محافظات مصر، هي محافظة الفيوم اللي بتوصف بأنها صورة مصغرة لمصر كلها. أنا موجودة دلوقتي في المنطقة الوسطى، منطقة الشلالات اللي بتربط بين البحيرة العليا
من صفحات مجلة الكواكب عام باليه في العالم. زارت القاهرة عدة مرات وقدمت حفلاتها على مسرح دار الأوبرا. كان من أعظم ما قدمته باليه بحيرة البجع. وفي الصورة الأخرى مايا بليستسكايا راقصة الباليه السوفيتية. يظهر معبد فيلة. تشكيلة حلي استعملت في أوبرا عايدة وفي رواية عطيل، وقد تم صنع هذه الحلي في باريس عام 1869. من أغنى أوبرات العالم بهذه الملابس، وهذه المجموعة مما كان يلبسه الملك السابق، ويرى تمثال لفولتير. هذا الكرسي صنع خصيصا ليجلس عليه الخديوي إسماعيل، والغريب فيه إنه يتحول إلى سرير بمجرد الضغط على زر في جانبه، وبجوار من صفحات مجلة الكواكب عام 1965. بعد 30 سنة في الفن لا تجد زوزو حمد الحكيم عملا بقلم سكينة. بعد أن توفي زوجها كانت حياتها كلها للتمثيل. بين جنبات الماضي السعيد. أنا بتكلم عليكم كلكم كده يعني. نستعيد الذكريات. جبت الخفافة على الحلاوة بقوم طعام، فهمت؟ وجوه افتقدناها.
لحظات عشناها. الحب ضروري للحياة كلها مش قبل الجواز. الواحد بيطمع دايما يوصل لحاجة أكتر من اللي هو فيه. الارتيست الكبير لازم يعملوا له افلام مخصوصه عشان يعلم الجيل اللي طالع. فقط شاهدنا واستمتع. دول يطلعوا مين بقى؟ مسبيرو زمان. وهتشاهدوا لسه اكتر واكتر كمان. سلام عليكم. مسبيرو زمان من فات مسبيرو تاه. وانت بتلف في شوارع مصر غمض عينيك، لما ام كلثوم تغني تبقى دي ولو عديت على الناصية وسمعت كلمتين وبس تبقى دي إذاعة البرنامج العام من القاهرة. كلمتين وبس. ولو لقيت شوية تسالي تبقى الشرق الأوسط. ولو سمعت فرحة المصريين بمنتخبهم القومي هي دي الشباب والرياضة. وصوت الشيخ رفعت وابتهالات النقشبندي تبقى إذاعة القرآن الكريم. المصرية مع الإذاعة المصرية أنت أقرب لمصر. كل ما ده بتحلو في عيني بس أحلى وأحلى الليلة يا والسحر ده. حبها تشوفها كده. مدام عفاف بمضي لك اهو. صباح الخير، ممكن اختم الورقه دي؟ اللي اختم عند مدام عفاف وما جاتش النهارده. عايز امضي الورقه دي. صباح الفل يا باشا. صباح الفل. ما بدري على قد فلوسهم. تقول على ده ايه؟ ما هو لو بصينا في المراية تبقى دي البداية. انت مراية نفسك.
تحبها تشوفها كده. بقولك ايه، تقريبا كده في حد بيزن، خليكي معايا. عايز ايه يا حاج؟ هو الدكتور مش جاي النهارده؟ شويه جاي شويه جاي. بقولك انا لازم اقفل معاكي دلوقتي، ماشي؟ ايوه يا دكتور، حضرتك جاي النهارده؟ لا لا لا، انا مش جاي النهارده. اصرفي له علبتين بتكال. الدكتور صرف لك علبه الدواء دي. توصف ده بايه؟ تعالوا نعود إلى الأصل، نحرك مؤشر آلة الزمن باتجاه الماضي. رحلة بين جنبات الماضي السعيد. انا بتكلم عليك. لا مش قبل الجواز. الواحد بيطمع دايما يوصل لحاجة أكتر من اللي هو فيها. والنبي حد فيكم يطلع يقول كلمة بتاعي. الارتيست الكبير لازم يعملوا له افلام مخصوصه عشان يعلم الجيل اللي طالع. فقط شاهدنا واستمتع. دول يطلعوا مين بقى؟ مسبير زمان. وهتشاهدوا لسه اكتر واكتر كمان. سلام عليكم. مسبير زمان من فات.
شفتك قلت وده كان لي فيه 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 وده كفيه بقى هو ده اللي انكتب اسمه هوا فوق الجبين والسلام ابتدينا بالسلام والكلام ابتدى بينا الكلام والسلام ابتدينا بالسلام وبندهك بسألك بتحبيني ولا الهوى عمره ما زارك بتحبيني ولا انكتب عالقلب نارك نارك بتحبيني ولا الهوى عالقلب نارك نارك قول يا حبيبي حبيبي قول يا ملك مساء الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل مهرجان موسيقى عربية والعربية أنا ناسية اللي هي المرة الكام من كتر ما شاركت الحمد لله. سعيدة جدا إن أنا معاكم النهاردة، بشكركم على حضوركم وبحيي المايسترو الكبير صلاح غباشي وفرقة عبد الحليم نويرة طبعا للموسيقى العربية. كمان سعاد محمد النجمة الكبيرة بقى عايز تنساني.